أبطال الصف الثالث الإعدادي، ويلكم باك. معاكم مستر الشجلان، والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حلقات. هنقفل الباراجراف، هناخد الحلقة الثالثة وهناخد أهم باراجرافات الوحدة الثالثة والرابعة، وهنكتب مقدمة عن أي موضوع خاص بكوميونيتي. وطبعا هسيب لكم لينك الحلقة الأولى والثانية مع لينك جروب التليجرام في الوصف تحت الفيديو. بس قبل ما نبدأ يا ريت اللي لسه مشتركش معانا بالقناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. وشكرا من القلب لكل اللي بيدعمنا بلايك أو شير أو كومنت. يلا نبدأ. Unit 3 My Community. My Community يعني مجتمعنا. طبعا احنا هنكتب مقدمة عن أي موضوع يجيلي خاص ب My Community بمجتمعنا. ناس كتيرة سألتني هي المقدمة بتتحسب بدون شك لو هي خاصة بالموضوع. على سبيل المثال زي ما قلنا قبل كده في شوبينج اونلاين، قلنا لما ينطلب مني اي موضوع خاص بالشوبينج اونلاين، لو انا اديت مقدمة سطرين عن شوبينج اونلاين هتبقى جميلة جدا وبإذن الله هتنحسب ما فيهاش اي كلام. برضو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اي موضوع community problems, how can you help your community, community project. لو كتبت في اي موضوع من دول وكتبت سطرين في الأول كده مقدمة للمجتمع وإن الإنسان دوره أساسي في المجتمع، فده طبعا بيتحسب مفيش شك. إنما المقدمات المفتوحة اللي بيقول عليها بعض المدرسين إن هي تساعدك عشان تجيب درجات، لا، دي بترجع للمدرس اللي بيصحح، وفي الغالب ما بتنحسبش. يعني هي بترجع للمدرس اللي بيصحح على حسب هو يحسبها أو يرقب بحالة الورقة أو فهي بترجع للمدرس. بس هي المفروض إن هي ما بتنحسبش لأنها مش خاصة بالموضوع اللي أنت بتكتب فيه، هي مجرد إنك بتعد جمل وخلاص. وده طبعا مبدأ إحنا رافضينه تماما. نيجي دلوقتي لو انطلب مني موضوع خاص بكوميونتي ممكن أكتب إيه؟ ناخد المقدمة الأول. هكتب على سبيل المثال A man who lives for just himself. A man who lives for just himself or herself is not alive. إن الإنسان اللي بيعيش لنفسه أكنه مش عايش. طبعا أنا كتبت هنا himself or herself لأن طبعا أنا بطلق الكلام سواء للوحدة أو الذكر أو الأنثى. I think، ده رأيي أنا بقى، our community is a part of our life. I think our community is a part of our life. And it is a must، هي ضرورة، to cooperate for it and for solving the problems it suffers from. And it is a must to cooperate for it and for solving the problems it suffers from. دي مقدمة كويسة جدا وكافية جدا 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 لأي موضوع خاص بكوميونيتي. نقراها تاني. تقدر طبعا ورقة وقلم وتنقلها زي ما هي كده. A man who lives for just himself or herself is not alive. I think our community is a part of our life and it's a must to cooperate for it and for solving the problems it suffers from. وطبعا احنا اتكلمنا في اول حلقة خالص ان احنا ازاي نولد افكار ونحولها لجمل، وكمان نرجع تاني نكتبها في هيئة، نصيغها في هيئة باراجراف. وهسيب لكم طبعا لينك الحلقة دي مع لينك جروب التليجرام ولينك الحلقة الأولى والثانية في الوصف تحت الفيديو. السؤال اللي كنت بتسأله كتير، طب أنا يا مس في الوحدة دي ممكن ينطلب مني إن أنا أكتب باراجراف عن إيه؟ هينطلب منك إنك تكتب في موضوع من أهم 3 موضوعات موجودين عندك في الوحدة دي.
زي ما قلت لك انت كانت الوحدة دي بتتكلم على community، فممكن يقول لي ايه؟ write about a community project. write a review about a community project. write a review about a community project. هنكتب ريفيو عن مشروع مجتمعي، وطبعا انا هجيب لكم نماذج دلوقتي وهنقراها مع بعض، بس نقول الثلاث موضوعات، اهم 3 موضوعات موجودين معايا في الوحدة، وبعد كده اديكم نماذج ليهم. ممكن ينطلب مني كمان عن ايه؟ write a review on the problems in your community. اهو write a review on the problems in your community. write a review on the problems in your community. ممكن كمان ينطلب مني اتكلم عن ايه؟ ممكن يقول لي write on what you can do to help people in your community. write on what you can do to help people in your community. write on what you can do to help people in your community. لو انت بصيتي للثلاث موضوعات هتحس ان هما يعني related لبعض، كلهم مرتبطين ببعض. تمام؟ a review about a community project. write a review on the problems in your community. طيب المشاكل دي write on what you can do to help people in your community. وناخد نماذج دلوقتي نقراها مع بعض قبل ما نروح لأهم الموضوعات في الوحدة الرابعة. خليك معايا. نبدأ بأول موضوع write a review about a community project. بيقول لي إيه؟ زي ما أنت شايف قدامك we all love our community and want to give service to help improve it. طبعا احنا كلنا بنحب المجتمع وعايزين نقدم خدمات إن احنا نحسن. I and some of my friends decided to meet to discuss how to do a project to help our community. عشان كده أنا وصحابي اتفقنا إن احنا قررنا إن احنا نجتمع عشان نناقش إن احنا نعمل مشروع نساعد بيه المجتمع. At our meeting في المشروع ده في الاجتماع we decided to start a local charity where people can donate food to families who need it. طبعا قررنا إن احنا نعمل جمعية كده الناس فيها تتبرع بالطعام للعائلات اللي محتاجاه. We got some ideas from a network for our project. جبنا شوية أفكار كده من النت. Everyone in our community who can offer food to help in this project should be cooperative and helpful. We can design pages on the internet, call for anyone who can help us. Social work is a great issue that deserves to start working on it. We need volunteers to help us plan and complete this project. Please, we shouldn't neglect that to be a developed country, we should improve our community. Please, we shouldn't neglect that to be a developed country, we should improve our community. طبعا النموذج اللي على الشاشة ده قدامك this is an example just مثال، هو يدوبك مثال ليك، انت ممكن تاخد سكرينة وتقراه وتكتب زيه وافضل منه كمان. نيجي لتاني موضوع بيقول لي write a review on the problems in your community. بيقول لي I live in a great community, there are a lot of facilities and services but there are few problems. We have a great library in our area. There are some problems with it. We need to repair it and make it attractive for people to visit. Another problem is the big graffiti on the walls of houses. We should teach children not to write on the walls. We should teach children not to write on walls. I think we can solve any problems by helping each other and sharing ideas. تمام؟ طبعا هو انا مجرد زي ما انا ما قلت لك وبأكد كتير انا بدي مجرد مثال وانت تقدر طبعا تضيف عليه من خلال معلوماتك. نيجي لتالت موضوع a review on what I can do to help people in my community. بيقول لي ايه؟ a man who lives for just himself or herself is not alive
I think our community is a part of our life and it is a must to cooperate for it and for solving the problems it suffers from. At my school في مدرستي there are some students who have disabilities at different parts of their bodies. Some can't move while others can see well. I thought about them. أنا عمال بفكر فيهم and at last I had an idea for helping them. في الآخر جالي فكرة كده إن أنا أساعدهم. I went to the school headmaster and suggested a way to lighten the burdens of them on their parents for coming at school. عشان طبعا نخفف الأعباء على والديهم إن هم يجيبوهم من المدرسة، إحنا نعمل لهم ممر. I suggest all the students in all classes at school should donate money for building a special area for them and making special roads without stairs for them. ونعمل مساحة نتبرع. طبعا أنا بقترح إن إحنا ندعو كل الطلبة الموجودين في المدرسة كلها إن هم يتبرعوا علشان نعمل لهم منطقة خاصة بيهم ما يكونش فيها سلالم وتكون تسهل عليهم الدنيا. The headmaster welcomed my idea and thanked me and promised that he will work for it. Isn't that a small help for our community? ده طبعا أكيد طبعا دي مساعدة لمجتمعنا. أنا طبعا بفترض إنك أنت اتفرجت على كل الحلقات اللي فاتت، لأني أنا علمتك إزاي تكتب باراجراف من أول ما بتحط أول كلمة، من مجرد كلمة وبنحولها لفريز وبعد كده بنحولها لسنتنس وبعد كده بنحولها لباراجراف. أنا بفترض طبعا إنك أنت اتفرجت على الحلقات كلها. هسيب لكم طبعا لينك الحلقات كلها في الوصف تحت الفيديو مع لينك التليجرام علشان تبقى ماشي معانا لحد ما احنا واقفين. نيجي ليونت 4. Unit 4 Have you ever traveled by plane؟ عمرك سافرت بالطيارة؟ كان العنوان بتاع الوحدة عبارة عن سؤال بيسأل عن خبرة سابقة في موقف طبعا السفر بالطائرة. يبقى في الوحدة دي ممكن ينطلب مني ان انا اتكلم عن ايه. هي الوحدة كلها كانت بتدور على مواقف حياتية او خبرات معينة، فطبعا ممكن يقول لي اتكلم عن experience you never forget مثلا، او اتكلم على experience that happened to you, bad situation or good situation, good experience او bad experience وهكذا. المهم ان هي كلها بتدور في an experience، وده طبعا هيتطلب مني ان انا اركز في موقف معين واكتبه. Write on an experience you will never forget. بيقول لي هنا model a short story. This is a short story. You can write it if you are asked to write a short story. ممكن تطلب منك، لو انطلب منك انك انت تكتب عن short story معينة حصلت ليك ممكن تكتب الموقف ده. طيب انطلب انك انت تكتب عن experience you never forget ممكن تكتب الموقف ده. فهنا بيقول لي ايه؟ It is said that situations are the best teacher. When I was a little child of about 7 years old، لما كنت صغير عندي 7 سنوات، I had an experience I will never forget. أنا حصل لي موقف أنا عمري ما هنساه. I always like walking in the fields on my own. كنت بحب أمشي كده في الحقول لوحدي. My mother used to advise me not to do so, but I thought I was right. وكانت أمي دايما تنصحني بس أنا طبعا كنت مفكر إن أنا صح. One day I was alone in a faraway part of the fields. It was very early in the morning and there weren't so many farmers there. كنت ماشي بدري كده وما كانش فيه حواليا فلاحين كتير. I saw a group of 5 or 6 large dogs in front of me. لقيت مجموعة كده 5-6 كلاب قدامي. I was so terrified. كنت طبعا مرعوب that I decided to run away. قررت ان انا اهرب. As soon as I started to run, the dogs started to run after me. بمجرد ان انا بدأت اجري بدأت الكلاب تجري وراي. The dogs were much faster than me. The dogs were much faster than I was. I started to cry and call for help. بدأت طبعا
هم أسرع مني، بدأت أنا أطلب النجدة، أستنجد بالناس اللي حواليا. I fell down and all the dogs circled me. طبعا وقعت وكلهم حوطوني، كل الكلاب. They were making such frightening noise that I felt it was the end of the world to me. خلاص دي النهاية بالنسبة لي. All of the sudden I heard the shouts of a group of farmers. فجأة كده لقيت صوت صياح لمجموعة من الفلاحين جايين طبعا يساعدوني. who were running towards me with large sticks. في ايدهم عصيان كبيرة in their hands. Seeing the farmers with the sticks, the dogs escaped. I was rescued, but I learned a lesson I will never forget. I must follow the advice of the elderly. أنا طبعا لازم أسمع نصيحة الكبار. وبكده نكون كتبنا عن موقف أو قصة قصيرة أو موقف حياتي حصل لك، وبكده أكون جيت لنهاية الفيديو، وأتمنى طبعا تكونوا استفدتوا معلومة. يا ريت نتفرج من أول حلقة، وحلقة إزاي تكتب فقرة إنشائية بطريقة سهلة اللي هي فيها إزاي إحنا بنولد أفكار أصلا، وبنكتب من أول كلمة لحد عبارة لحد جملة، وبنحولها بعد كده لباراجراف، لأن طبعا لازم تسمع الكورس كله من أوله. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة. ما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب دعما لينا إن شاء الله عشان نستمر. وشكرا لكل اللي بيدعمنا بكلمة حلوة، شكرا من القلب. باي.